40,000 جنيه قسط مدارس لغات عشان الولاد يتعلموا كويس، و5000 جنيه اشتراك النادي عشان يتمرنوا. وفاتورة الكهرباء جت النهارده، زود عليهم كمان 2000 ونص. 2000 ايه؟ ونص. تقوليها عادي كده؟ اعمل ايه يعني؟ اه، ما مال سايب. ده غير طبعا قسط الاير فراير اللي بتطلع لنا بطاطس مجلده. مجلده؟ الحق عليا، عايزه اكلكوا هيلثي. هيلسي اه. الو. ايوه انا. اه العنوان مظبوط. اه 2000 ونص مش كده؟ اوكي، مستنيه حضرتك. مع السلامه. ده ايه ده كمان؟ اوردر. اوردر اه. اوردر. تقوليها عادي كده؟ اه في ايه؟ يا حبيبي، عامل ايه؟ اه، فلوس الرحله. طيب ماشي، هبعتها لك. ماشي حبيبي، سلام. رحله ايه؟ رحله الصيد بتاعت السخنه اللي طلعتها. سخنه؟ اه السخنه. امك جاي اساسا عشان تبوظ الجوازه، انا عارف عايز تبوظ الجوازه. انا الجوازه بوظت، يلا رجعت بوظت الجوازه، ارتحت يا انشراح. الجواز كلمة بقت مخيفة وكبيرة قوي لأغلبنا كشباب، يمكن بسبب كتر المشاكل اللي بنسمعها آخر فترة، يمكن بسبب صعوبة الحياة والظروف. أسئلة كتير وملهاش آخر. بس هل الجواز فعلا بيخوف قوي كده؟ هل المشاكل اللي بنعدي بيها في الجواز ممكن تبوظ لنا الجوازة دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا من برنامج على الكنبة. افرض يا باشا، افرض مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرض يا باشا. طبيعة أي علاقة إنسانية أيا كان مسماها، أخوة، صداقة، حب، إنه زي ما فيها أيام سهلة وحلوة، طبيعي لازم هتمر بأيام صعبة ومشاكل، يمكن كمان خناقات. والحقيقة إن كل ده مهم جدا لكل علاقة من دي، ولأن الجواز من أهم العلاقات اللي بيمر بيها أي إنسان في حياته، فطبيعي جدا إنه هيعدي فيها بمشاكل. وجود المشاكل دي حاجة أساسية ومنطقية جدا. اتنين اتولدوا وعاشوا في بيتين مختلفين، فطبيعي جدا ان هم هيضطروا ياخدوا وقت ومجهود كبير قوي علشان يتعودوا على بعض. ومن اهم المشاكل اللي بتبتدي تواجههم هي المشاكل الماديه، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها والمشاكل والضغوطات الاقتصاديه وكل ده. المشاكل الماديه اللي للاسف ياما بوظت جوازات، وده مش علشان المشاكل نفسها، بالعكس، لكن ده كان بسبب تعامل الطرفين دول مع المشاكل دي. في دراسه اتنشرت سنه 2024 في ماليزيا لسيد زهير الدين وميشيل أدلاين في المجلة الدولية للبحث الأكاديمي، استهدفت جنزي، اتنفذت على 130 زوج وزوجة سنهم كان في أوائل العشرينات. كان من نتائجها الصادمة إن 92% من الأزواج شايفين إن الأعباء المالية هتؤدي للطلاق، و8% بس شايفين إن ده ممكن يتحل بالنقاش. متخيلين الرقم؟ للأسف هي دي مشكلتنا. فالحل الأول والأهم عشان الجوازة ما تبوظش هو إننا نتكلم مع بعض ونلاقي حلول، ونبدأ نعرف إزاي الفترة الجاية دي ممكن نعديها بشكل أحسن وإحنا مع بعض. نكمل مع الدراسة، فهنلاقي إن 58% شايفين إنه الأحسن إنه الإنفاق يكون بالنص ما بين الزوج والزوجة، و42% شايفين إنه لا، الأحسن إنه يكون على حسب دخل كل واحد فيهم، يعني تقريبا النص بالنص. وده طبيعي جدا لأن أي زوجين ليهم معتقداتهم الخاصة، وده ما يقللش من أي حد. وهنا نيجي لتاني نقطة مهمة جدا، وهي إننا لازم نكون متفقين مين مسؤول عن ايه الأحسن لينا ولظروفنا، ولازم كل حد فيكم يكون مقتنع كويس جدا، لأنه ده هيترتب عليه حياتكم الباقية كلها، ويكون كل حاجة واضحة ومترتبة، وده هيقلل الضغط شوية بشوية. في دراسة تانية اتعملت في أسبانيا كانت على 5 أزواج، واعتمدت على دراسات ومقابلات متعمقة جدا معاهم. كان من أهم استنتاجاتها إن الفلوس مش مجرد وسيلة بيديروا بيها البيت، لكن هي عامل مؤثر جدا في قوة علاقتهم ببعض.
الحقيقة انه ساعات الازواج بيتجاهلوا المشاكل المادية اللي ما بينهم وبيفرقوا بينها وبين علاقتهم وانها مش هتأثر عليها، وللأسف دي خدعة كبيرة جدا. بس الحقيقة ان دي كذبة ياما بوظت جوازات كتيرة جدا، ولما بنفوق بنكتشف انه للأسف الوقت عدى. فتالت حاجة هي ما تأجلوش ابدا المواجهة لمجرد نظرة قصيرة لعلاقتكم دلوقتي، لانه قدام ومع التراكمات هتندموا جدا ان في وقتها ما واجهتوش. في النهاية حابين نقول ان المشاكل مش بتخوف ومش اخر الدنيا، وان كل حاجة ليها حلول لو بس قررنا نتصرف صح، وان دايما لسه في فرصة للحوار وفرصة اننا نلاقي حل بدل ما نستسهل ونقول ادي الجوازة باظت. عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا الحلقة الجاية من برنامج على الكنبة.